السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة برشلونية سهرة جدا ممتعة لعشاق ومحبين نادي برشلونة. فوز بأداء ونتيجة استحقاق لبرشلونة على ريال مدريد 5-2 والتتويج بكأس السوبر الإسباني. إذا وصل لك هذا الفيديو سوي لايك واشتراك ويلا نبلش. برشلونة يفوز على ريال مدريد 5-2 ويتوج بكأس السوبر الإسباني للمرة 15 بالتاريخ. ليلة جدا جميلة لبرشلونة ومحبين برشلونة بعد الأداء واللي صار بالملعب اليوم. برشلونة يعني ختم كل شيء. اليوم ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية. اليوم الجوهرة المشعة بالمباراة هي بدري أول فقرة، يعني بدري طغى على كل شيء. لاعب عنده إمكانية كلش كبيرة. اليوم شفنا برشلونة يتناقل كرات بالمساحات الضيقة. الكل اليوم لعب وقدم أداء باستثناء ريال مدريد، إنه كان اليوم الفريق تايه الكل باستثناء يعني مبابي اللي كان شوية متواجد نوعا ما. أما ريال مدريد اليوم كان الفريق تايه ما موجود الشوط الأول كله. يعني فريق برشلونة الشوط الأول عنده 7 أشواط على المرمى بين القائمين والعارضة، عكس ريال مدريد اللي عنده فقط شوطين. استحواذ برشلونة الشوط الأول أول 20 دقيقة يعني وصل 83% مقابل 17 بس للريال. يعني تتخيل ريال مدريد 17%، برشلونة 83. يا حبيبي البرشلونة اليوم برشلونة أمتع الكل. هانز فليك اليوم أعد المباراة بشكل صحيح وفوز باستحقاق. اللعب على المساحات الضيقة، اللعب بالكرة الثانية خلينا نقول اللي هي اللعب من غير كرة. نشوف اليوم لاعبين برشلونة المساحات القريبة بين لاعب والثاني بدون كرة. لما يقطعون الكرة نشوف اليوم بدري يما جافي كاسادو ليفاندوفسكي لامين يامال الكل قريبين واحد على الثاني، عكس ريال مدريد اللي كان يوم خط النص يعني اكو مسافات كلش كبيرة ومتباعدة بين فالفيردي وبيلينغهام وكامافينجا. شفنا اليوم برشلونة يعني بصورة كلش حلوة، بداية من حارس المرمى تشيزني، الدفاع، النص، المهاجمين، الكل. اليوم شفنا اليوم إنيجو مارتينيز، يعني هاي النقطة اللي تنحسب هانز فليك اللي هي بالبداية اللي اعتمد على إنيجو مارتينيز مو أراوخو، لكن الإصابة غيرت كل شي. يعني اليوم برشلونة كان بحال الاعتماد على إنيجو مارتينيز وهي عدم إعطاء مساحة للاعبين ريال مدريد وإصرار على مصيدة التسلل. لاعبين مثل مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمتازون بالسرعة والمهارة. لو حصل شوية مساحة كان يعني اليوم ريال مدريد غير نتيجة. لكن الاعتماد على مصيدة التسلل وقرب المساحات بين خط الدفاع مع لاعبين النص والارتكاز، هاي اللي خلت الأفضلية لبرشلونة. والشوط الأول كانت أفضلية بشكل مو طبيعي. لاعبين ريال مدريد اليوم كان أكو يعني شاردين ذهنيا، ما أعرف أنه شفنا اللواعيب لا مركزية، اللواعيب بين لاعب وثاني مسافة كلش بعيدة، عدم الاستطاعة بالاحتفاظ بالكرة. عكس برشلونة نشوفه يحتفظ بالكرة أكثر وقت ممكن، زائد التيك تاك اللي يمارسها ريال مدريد. عكس ريال مدريد شاهدنا الاعتماد فقط على الباص الطويل وماكو ذيك يعني اللمسة بالفريق، الدفاع والنص والمهاجم، باصات 4 5 6 باصات. شفنا ريال مدريد اعتماده فقط على الباصات الطويلة، الامتياز بالسرعة، سرعة لاعبينه كيليان مبابي مع فينيسيوس. والهدف الأول اللي إجا نتيجة يعني خطأ تصرف من مارك كاسادو، والمرتدة زائد سرعة فينيسيوس ومبابي اللي خلت الأفضلية إلهم.
وإجا من عندها الجول الأول، لكن شفنا برشلونة بالشوط الثاني يعني الأول وبعد الهدف خلال دقائق فقط شلون رجع الفريق لوضعيته وقدر يستحوذ على الكرة، واستحواذ وصل حتى أكثر من 70%، أكثر عفوا من 80%، وشلون قدر يرجع بالنتيجة ويرجع بالمباراة. هذا الشي ما أثر على الفريق، وشفناه يعني أداء الفريق سجل الهدف التعادل قبل الثاني الثالث والرابع. وحتى بالشوط الثاني بعد الطرد شفنا برشلونة ما تأثر. يعني أنت تلعب مقابل ريال مدريد 40 دقيقة عندك نقص لاعب، هذا الشيء مو قليل، مو بالسهل. يعني لاعبين ريال مدريد مثل نجوم اللي عندنا مثل فينيسيوس وبلينغهام ومبابي ورودريجو وفالفيردي 40 دقيقة تلعب وياهم وأنت مسيطر، وأنت اللي قاعد تمشي المباراة، أنت اللي تقود المباراة، مو أنت اللي خلينا نقول راعي الطرف الأضعف. لا، أنت الطرف الأفضل. 40 دقيقة الطرد عندك وأنت الطرف الأفضل من ريال مدريد. وحتى التبديلات اللي صارت اليوم شفنا هانز فليك التبديل الأول اللي هو بعد الطرد سحب لامين يامال. لامين يامال كان أفضل بالمباراة من الناحية الهجومية، أفضل لاعب صحيح، لكن من الناحية الدفاعية كان أسوأ لاعب برشلونة، الأقل مساندة للدفاع. ولكن هو يحتاج لاعب يدافع لأن الفريق صار عنده نقص. صار السحب لامين يامال السبب الأساسي اللي هو عدم رجوع لامين يامال، عدم التغطية، عكس رافينيا وليفاندوفسكي شفنا اللي يرجع يدافع قبل الطرد، يرجع حتى إلى منتصف الملعب، أو حتى مرات شاهدناه داخل منطقة الجزاء اللاعب يدافع، عكس لامين يامال اللي هو كان الأقل دفاعيا. أفضلية برشلونة شاهدناها بالشوط الأول مع الشوط الثاني. لعب الفريق قدر يوقف على رجله، قدر يسيطر على المباراة، قدر يقود المباراة. لكن الهدف الأول اللي إجا كان مفاجئ، هدف بوقت جدا يعني خلينا نقول زين. في بداية المباراة قدر الفريق يرجع يسيطر على الوضعية ويوقف على رجليه ويقدم ويلعب يعني ما شاهدنا الفريق يتأثر ويرجع الدفاع. بالعكس شفنا الفريق من إجا الهدف الأول اندفع بعد أكثر، صار عنده طموح أقوى مما قبل الهدف، وأصر على الهجوم وأصر إلى أن قدر يسجل الأول والثاني، وقدم شوط من أروع الأشواط اللي شاهدناها، يمكن أروع مباراة خلال السنتين الثلاثة الأخيرات، مباراة بالسنوات الثلاثة أربعة الماضية باستثناء الكلاسيكو الأخير طبعا اللي 4-0. اليوم برشلونة فوز واستحقاقي. ريال مدريد اليوم كان الطرف الأسوأ، شاهدنا يعني اليوم لاعبين تاهين، وبرشلونة يعني اليوم اعتمد على بالتحديد على مدافعين ريال مدريد لارتكابهم أخطاء، اعتماد على أخطاء فاسكيز مع مندي. هذول اللاعبين يعني غاية السبب الرئيسي بخسارة ريال مدريد هم لوكاس فاسكيز ومندي. هذول اللاعبين بالحالة الهجومية ريال مدريد يطبقون بشكل صحيح بالهجوم، لكن الشيء السلبي اللي بيهم عدم رجوعهم بسرعة لمراكزهم الصحيحة. لاعب يهجم وياك فاسكيز لكن بالرجوع يتأخر، ومندي اللاعب يعني ما أعرف شنو إصرار أنشيلوتي على الاعتماد على فيرلاند مندي المدافع الأساسي. تشواميني اليوم قدم أداء جدا حلو، لكن بعض اللاعبين لا. يعني شفنا اليوم كامافينجا ما قدم أداء، شفنا فالفيردي اليوم رغم ما هو لاعب ارتكاز لكن اليوم ما قدم أداء اللي فالفيردي اللي نعرفه، اللي هو يمتاز بالسرعات، بالهجمات المرتدة، بالشوت من خارج منطقة الجزاء. فينيسيوس اليوم ما موجود بالمباراة نهائيا، فينيسيوس اليوم ما موجود نهائيا. رودريجو شفناه مرات قليلة كلش، لكن الشوط الأول نهائيا ما كان موجود ولا مؤثر على المباراة. يعني اليوم ريال مدريد يقدم واحدة من أسوأ مبارياته.
والسبب يرجع لبرشلونة، عدم إعطاء المساحات لريال مدريد للضغط وللشوط من خارج الجزاء اللي يمتاز بها ريال مدريد. قفل المسافات القريبة، الاحتفاظ بالكرة أكثر وقت ممكن، زائد الضغط العالي اللي يمتاز به برشلونة هذا الموسم، هي ممارسة الضغط العالي على الخصوم. قراءة جدا خلينا نقول متوسطة من كارلو أنشيلوتي، ما حضر المباراة بشكل صحيح، لكن الطرف الأفضل، الطرف اللي يستحق اليوم فاز، الطرف الأفضل هو اللي يستحق الفوز. وألف مبروك لبرشلونة وهارد لك لريال مدريد. وهاي آراء شخصية، واكتب لي رأيك بالتعليقات، وتصبحون على خير.